قالوا هذا يجب ان لا يعطى صلاحيات لانه هو بلا صلاحيات ما ينحل من النواب صلاحيات. هاي ورا ايش قد قالوها يعني؟ قالوها قبل ما اصير رئيس مجلس النواب اثناء النقاش في عندهم تنبؤ عن ادائك؟ نعم انا معروف، انا ادائي منذ ال80 اتواجد بالساحه يعني العراقيه ولم اخرج خارج العراق، ومن مناضلي الداخل، ومناضلي الداخل هم اصلا بمئات المرات من مناضلي الخارج. مناضلي الخارج يعني في معظم اوقاتهم كانوا يعني مربوطين باجندات مجبرين. طيب يعني هل الخلل دكتور في الصلاحيات الدستوريه الممنوحه لرئيس مجلس النواب، وسناتي على صلاحيات الرئاسات الاخرى، يعني ام في تنفيذها؟ نبيه بري انا موقف في البرلمان اللبناني كذا شهر، كان ايش قالوا علي؟ لو ما اباوا على حلوقهم، لكن ما اباوا على حلوقهم عشوائيا، اباوا على حلوقهم حتى ينطقون عدل. اذا نطقه واعوج افركه ما خليه. ليش؟ ما من صلاحيته ان يتكلم خطا وهو القائد ويعطي صوره وتصير مهزله. انا ذاك الشعب العراقي اذا فقد الثقه بقيادته الى من يتوجه؟ هاي النقطة، هاي الإشكالية. يعني أنا كنت في كل لحظة هذا اللي حكيناه بالبداية، في كل لحظة تمارس سلطة تربوية التي أنجزت من الانتخابات السابقة وستنتهي بالانتخابات الحالية، هي عملية عرجاء وليست مستقيمة، ولكنها قطعت المسافة، ليست كسيحة، قطعت المسافة. طيب وأأمل من العراقيين بحاجة إلى إصلاح الجمهورية. اضطراب مصطنع. اكو عندنا دستور يحدد صلاحيات ورئيس الوزراء ويعطي صلاحيات لرئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه يلووها لوي على احنا جزء من السلطه التنفيذيه، اي جزء من السلطه التنفيذيه وصلاحيتكم بروتوكوليه، شو اسوي لكم وانتم كتبتوا الدستور؟ لعاني هسه تتامرون على الدستور؟ خلاص مو خوش دستور صلحوه، ليش قاعدين صافنين واحد علاق صارت 3 سنين يعني مرمرتوني تمرمر يابا انتم يا اللجنه، مو هي 4 اشهر قالوا ما نتفق، القادة ال6 ما يتفقون، وسببه مو هاي الصلاحيات، سبب النفط، والنفط فقط والفيدرالية، ليس هناك سبب آخر. شلون يعني؟ ما نتفق لا على الفيدرالية ولا على النفط. الفيدرالية الآن صارت مراجعة إلهم، وهي بالبداية الكل اللي دخلوا العملية السياسية. أحد كبار القادة الذين لا أستطيع أن أبوح باسمه الآن يقول هذا الإصبع الذي كتب الفيدرالية يجب أن نقطعه. لماذا؟ قال نتيجة التجربة العملية لممارسة الحكم وجدنا أن هذا الخيار خطأ. طيب نتيجة التجربة العملية هل تدعم طرح السيد المالكي بشكل الدولة الرئاسي، مطالبته بشكل الدولة الرئاسي؟ 100%. تغيير الدستور وتعديلات دستورية فيه كنتوا تعتبرونه من المحرمات؟ إذا هو رئيس الكتلة اللي طالبت بالتغيير بالاجتماع نلقى نايم، ما تقول لي من يغير؟ يعني يعني على اي حال مسجليها طبعا بسيدي. جابوا لي قالوا شوف يا ابا صاحبنا هذا، قلت شو اسوي له؟ من شو اسوي له؟ اخي التغيير الدستور ليس بيد البرلمان، وقد طبقنا هذه. جاوبني بصراحه. نعم. اكثر الرئاسات ال3 يعني جديه ومثابره في العمل ونجاح خلال الفتره الماضيه. رئاسه الوزراء. وهذا الرأي سابقا في بداية تأسيس البرلمان. نحن على بنهايات العملية السياسية الذي أنتج حقيقة أكثر من أي رئاسة أخرى هي الحكومة العراقية. طيب ليست رئاسة الجمهورية وليست رئاسة البرلمان. نعم. هو شنو كان مضمونه؟ أنه كيف نستطيع أن نحول الاحتقان الطائفي داخل البرلمان إلى تفاعل طائفي، وأن يكون عملنا اندماجي أكثر مما هو عمل وكيف نفتت هذا الاصطفاف الطائفي. ناقشونا هذا معضلة عندنا. فبعد جلستين من النقاش قالوا استاذ انت هذا المشروع مالتك فيروس. ليش؟ قال اكو واحد يناقش تفتيت نفسه. شكو به. هو الاحزاب الاوروبيه كانت عامل تنميه ونهوض لانها احزاب تنمويه، وكانت عامل وحده وشد. اما احزابنا فهي احزاب عقائديه، لذلك عامل تفرقه وقتل وتخريب. فالاحزاب الشرقيه هي احد عوامل تخريب الدول الشرقيه، اما الاحزاب الاوروبيه فهي عوامل بناء. لماذا؟ لأنها تبتعد عن الطرح العقائدي. احنا شنو اللي خرب بلدنا؟ يعني في لحظة من اللحظات وكدنا أن ننتهي إلى النجوم غير الاحتراب الطائفي. وهذا من يجي الاحتراب الطائفي؟ من تبني عقيدة لكل حزب تختلف عن عقيدة يعني الآخر. تياركم الجديد بعيد عن العقائدية؟ نعم
لا نتعامل مع العقيدة لا من قريب ولا من بعيد في العمل السياسي، علماني تترك لا ولا علماني، هو مؤمن، ولكن أترك لديك هامش الإيمان على ما تريد وأطلب منك العمل السياسي في خدمة الناس. كم أعضاء الآن حتى الآن؟ والله أظن يعني تجاوزنا ال 300، بس نطمح إلى 1,000,000.